كم مرة وانت بتبعت السي في بتاعك لشركة معينة علشان تقدم على وظيفة او على شغل بيديك ريجكت او رفض، والرفض هنا مش علشان انت شغلك كويس او وحش، لا خالص، مش بتكلم في النقطة دي. انا واثق فيك جدا على فكرة وعارف ان شغلك جامد، ولكن طريقة عرضك نفسها لشغلك مش بروفيشنال. بمعنى انت دلوقتي بتقدم على شغل، فازاي انك تبعت شغلك او البورتفوليو بتاعك عبارة عن صور او ملفات PDF كده مش منظمة مش مفهوم منها حاجه؟ يعني ده ينفع؟ احنا عاوزين نبقى توب في كل حاجه يا صديقي. طالما شغلك جامد يبقى لازم البورتفوليو بتاعك يكون جامد، وانا اكيد مش هسيبك كده، وهنعرف دلوقتي ازاي نعمل بورتفوليو مع بعض. فكالعاده طبعا فضلي دماغك خالص وحضر مشروبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا موضوع النهارده. عذرا على المقدمة اللي ممكن تكون سخيفة شوية، ولكن حبيت ابدأ الفيديو ببداية مختلفة عن كل مرة. شكل عكيت ولا ايه؟ السلام عليكم ويا اهلا بكم من جديد، معاكم كمال وحيد. المهم، علشان تعمل بورتفوليو احترافي عندك طريقتين. اول طريقة هو انك يبقى عندك ويب سايت مخصص ليك تعرض عليه شغلك، والدومين يكون باسمك وحاجة بروفيشنال جدا، يعني الدومين اللي هو مثلا زي كمالوحيد.com كده. ولكن للاسف ده مش متاح مع معظم الناس لانك هتدفع كتير. ففي الحالة دي بنلجأ للطريقة الثانية اللي زي الفل اللي معظمنا بيستخدمها، وهي انك تنزل شغلك على سايتس مخصصة للبورتفوليو زي بيهانس او دريبل. وفي مواقع كتير جدا للبورتفوليو، ولكن هقول لك على الموقع اللي بستخدمه، وهسيب لك كمان المواقع دي في الديسكريبشن لو حابب انك تشوفها. واللي بالمناسبة كان في فيديو مخصوص اتكلمت فيه عن المواقع المهمة اللي ممكن تحتاجها كديزاينر، هسيبها لك برضه في الديسكريبشن او في الاي هنا. لو بصيت عندي على البيهانس هتلاقي فيه مشاريع كتير جدا انا منزلها وشكلها منظم زي ما انت شايف كده. علشان نعمل بورتفوليو زي ده هنروح دلوقتي على برنامج الفوتوشوب واقول لك ازاي تنظم مشاريع زي اللي شفتها على بيهانس دلوقتي بالمقاس المخصص لبيهانس بكل حاجه. فيلا بينا نشوف. طيب زي ما انتم شايفين كده ده فايل البيهانس اللي على الفوتوشوب. اول حاجه خالص في اساسيات البيهانس لازم يكون العرض 1400 بكسل. لو ضغطنا كنترول الت اي هنلاقي الايمج سايز هنا العرض 1400 بكسل والطول 2456. طبعا احنا اهم حاجه عندنا العرض اللي هو ال 1400 بكسل، والطول زي ما انت عايز بقى، يعني على حسب البروجكت بتاعك، ممكن 10000 بكسل، 20000، 30000، على حسب حجم البروجكت بتاعك او على حسب انت صممت ازاي. هنرجع تاني كده ونعمل زوم، هنلاقي ده شكل البروجكت. طبعا انا اوريدي البروجكت ده انا رفعته اصلا على البيهانس قبل كده، ولكن انا هنا بوريك ازاي انا اشتغلت على البروجكت ده. طبعا شكل البرزنتيشن ده او التحضير للبروجكت ده اخد في ايدي طبعا شغل كتير كتصميم وكموك اب وكل الكلام ده. لكن لو جيت تبص هنا على الموك اب هتلاقي عبارة عن صورة بس، ودول نفس الكلام برضو عبارة عن صور. ولكن هقول لك انا ضفتهم او جمعتهم هنا ليه جنب بعض دلوقتي. هقول لك ايه السبب اللي خلاني اضيف صور الموك اب دي تحت بعض كده وما اضيفهمش على البيهانس على طول. هتعرف في الاخر انا عملت كده ليه. لكن خلينا ننزل لتحت كده ونشوف ده باقي عرض البروجكت زي ما انت شايف كده. ولو جيت على خانة اللايرز هتلاقي دي كلها اللايرات انا استخدمتها في التصميم. نعمل زوم اوت تاني ونشوف هنسيف الصورة دي ازاي. طبعا احنا في الطبيعي لما بنيجي نسيف اي صورة بنضغط فايل واكسبورت وسيف فور ويب. الصورة هتتحفظ معاك عادي زي ما هي كده بالطول، هتتحفظ معاك مفيش فيها أي مشكلة خالص. لكن لما تيجي ترفعها على البيهانس هيكون حجمها تقيل. لما تيجي تفتح البروجكت بعد كده على البيهانس الفايل هيكون تقيل معاك، هتلاقي الموقع أو الفايل نفسه على البيهانس هيكون بطيء معاك. فالحل إيه بقى؟ إن احنا نيجي على أداة السلايس تول. لو لاحظت هتلاقي ان اول ما ضغطت على السلايس تول في ارقام باللون الازرق كده ظهرت معانا. الارقام دي عباره عن شرايح قسمتها علشان التصميم ما يتحفظش بالشكل الطولي ده، يتحفظ على شكل صور زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا لو عملنا زوم ان هتلاقي دي صوره رقم 1 ودي صوره رقم 2 ودي صوره رقم 3 ودي صوره رقم 4. فلما نعمل سيف فور ويب هتلاقي الصوره اتحفظت بكذا شريحه. خلينا اوضحها لك بطريقه تانية. احنا دلوقتي هنيجي على السلايس سيلكت تول ونمسح دول خالص كده، نقف عليها ونضغط ديليت هتتمسح معانا كده زي ما انتم شايفين. انا الصوره دي خلاص خلصتها وعجباني، بس حجمها كبير قوي او شكلها طويل ومش عارف احفظها بالشكل ده. فعايز ان انا احفظها، يعني مثلا اسيف دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها. فهاجي تاني على السلايس تول وهعمل زوم ان كده وهضغط بالماوس واحدد، واجي مثلا على الشكل ده واقف واسيب الماوس كده بقت حددت معايا الصورة. لو تلاحظ هتلاقي بقى فينا رقم 1. تمام. هنيجي هنا واضغط تاني وانزل واقف كده بقت 2، يعني كده بقت صورة 1 صورة 2. اقف برضو كده
كده بقت 3. عاوز بقى اخلي الباك جراوند اللي باللون الابيض ده كله اخليها صوره واحده على بعضها، اقوم اعمل كده ونازل لتحت خالص، كده بقت 4. يبقى كده الصوره 1 2 3 4 على حسب ما انت عاوز الصوره حجمها ازاي. يعني ممكن تخلي الصوره حجمها كده او كده، او تخليها بالنص كده مثلا. لما قلت لك في الاول انا حطيت صور الموك اب تحت بعضها او مع بعض، لاني انا عاوز اخلي الصورتين دول مثلا في صوره واحده، فهضغط كده بقت دي عباره عن صوره واحده بس. نفس الكلام برضو في الصور الموك اب دي، ممكن اضيفها بالشكل ده كده على البيهانس، لكن هتاخد مني شويه وقت شويه هناك، فانا بريح دماغي خالص واضيف الصور كلها هنا، بحيث برضو ان انا اشوف الشكل النهائي عامل ازاي، واقوم محدد بعد كده عليهم مره واحده كده. تمام. بقت عبارة عن صورة واحدة برضه، يعني بقت مثلا 2 4 6 7 صور، بقت عبارة عن صورة واحدة بس. لو حسيت ان انت مثلا نزلت شوية تحت عن المكان اللي عاوز تحدد عليه، ممكن تقف كده هنا كده وترفع شوية. ماشي، نكمل. دي برضه عايزة صورة لوحدها، ودول برضه عايزهم لوحدهم مع بعض كده اللي باللون الأبيض ده. ماشي، ونخلي برضه دي لوحدها، ونخلي الباترن دي لوحدها برضه. تمام. وفي الاخر ممكن نخلي دي كلها صوره واحده على بعضها، مش هتفرق. بعد ما خلصنا هنعمل زوم اوت كده، هتلاقي بقى فيه 12 صوره او 12 شريحه احنا حددناهم، فلما تيجي تعمل سيف دلوقتي مش هتتحفظ صوره واحده بس، لا هتتحفظ 12 صوره. نجرب كده، نيجي على فايل اكسبورت سيف فور ويب، طبعا هنحدد الصيغه اللي هي الجي بي جي والكواليتي 100%. تمام، ونضغط على سيف وهنحفظهم على الديسكتوب. تمام، نضغط سيف كده. المفروض ان الصور اتحفظت معانا. هتلاقي في فولدر هنا نضغط عليه، زي ما انتم شايفين كده. الديزاين اللي احنا خلصناه خالص بقى عبارة عن 12 صورة، تقدر بقى انك ترفعهم على البيهانس واحدة واحدة. تمام. نيجي برضه على البيهانس علشان نشوف الدنيا بشكل اوضح. لو فتحنا البروجكت ده، هو اللي كان على الفوتوشوب دلوقتي. انزل تحت كده، انزل للاخر خالص، كأنه عبارة عن تصميم واحد بس. لكن لو ضغطت هنا مثلا هتلاقي دي صورة لوحدها، ودي صورة لوحدها، ودي هكذا برضه صورة لوحدها. طب نجرب ان احنا نرفع الصور دي تاني على البيهانس كده ونشوف هنوصل لايه. نضغط على شير يور ورك ونختار بروجكت، وبعدين نيجي على ايمج ونيجي على الديسكتوب، نفتح الفولدر اللي احنا حفظنا فيه الصور، ونعمل سيلكت على الصور كلها ونضغط اوبن. زي ما انتم شايفين كده الصور بتحمل معايا. تمام، ادي اول صورة اتحملت، تاني صورة، تالت صورة، طبعا دي بتحمل لسه، حملت معانا. تمام. لو بصيت هتلاقي في هنا سبيس او فراغات باللون الابيض كده، علشان نشيل السبيس دي ونخلي الصورتين لازقين في بعض هنيجي على ستايلز ونسحب كده بس، ونضغط سيف. ممكن بقى لو انت عايز تعدل اي حاجه تاني، تضيف او تحذف اي صوره، هتيجي على الايديت هنا كده. تمام، وترفع دي فوق مثلا او تنزلها تحت على حسب انت عاوز تعمل ايه هنا على البيهانس. تمام. بعد ما نخلص هنضغط كونتينيو، هنيجي على البروجكت تايتل. البروجكت ده مثلا اسمه ميجا باور. تمام. بعد كده هنيجي على البروجكت تاجز، هنختار الحاجات المتعلقه بشغلنا، زي مثلا براند، هيظهر لك في الاقتراحات هنا براند ايدنتيتي، لوجو ديزاين، جرافيك ديزاينر، ادوبي الستريتور، فيجوال ايدنتيتي. اختار بقى انت كده على حسب الاقتراحات اللي بتظهر لك هنا، او اكتب اللي انت عايزه ايه بالظبط وهيظهر لك. تمام. هننزل تحت على التولز اللي هي البرامج اللي احنا استخدمناها، زي الفوتوشوب مثلا، احنا استخدمنا الفوتوشوب، ادوبي فوتوشوب، والستريتور، ادوبي الستريتور. هتنزل تحت على الكاتيجوريز او الفئات، زي الجرافيك ديزاين، الحاجات الخاصه بشغلنا. تمام. وهنيجي على فيو اول، هنختار مثلا براندنج، وهنختار كمان معاها لوجو ديزاين. لا دي لوجو ديزاين. تمام. بتختار 3 حاجات بس، وبعدين تضغط دن. هنا بيقول لك everyone ولا برايفت، يعني عايز يظهر للناس كلها ولا لناس معينه بس. بعد ما خلصت هنا وصورة الكفر دي مش عاجباك مثلا وعايز تغيرها، اضغط على edit cover image واختار من الصور اللي انت رفعتها على البيهانس، او اضغط على علامة البلس واختار من على الكمبيوتر. انا مثلا هختار الصورة دي. تمام، وهضغط كروب. زي ما انتم شايفين كده الصورة ظهرت معايا. بعد ما نخلص خالص بقى بنضغط ببلش، ولكن طبعا انا مش هضغط ببلش لان انا فعلا رفعت البروجكت ده، لكن انا بوريك ازاي ان احنا نرفع البروجكت ده على البيهانس. بعد ما تخلص خالص هتلاقي البروجكت بقى موجود هنا. لو فتحت مثلا البروجكت ده هتلاقي برضو نفس النظام بالظبط، نفس الشرح اللي انا شرحته دلوقتي متطبق هنا. يعني لو ضغطت على الصورة دي كده هتلاقي دي لوحدها، قلب بقى كده هتلاقي الصور كلها زي ما انت شايف كده.
ولو جيت تبص على الشكل العام اهو اكنها صورة واحدة بس. نفس الكلام برضو طبقته في المشاريع اللي موجودة هنا دي. وبس كده يا صديقي، ده بكل بساطة خالص ازاي تعمل بورتفوليو احترافي. وصلت معايا للاخر؟ خليني بقولك على حاجة مهمة جدا، هقولك على كام نصيحة هتفرق معاك جدا في البورتفوليو بتاعك. خلي الثامنيل او الصورة المصغرة للبروجكت اللي هتنزله على البورتفوليو تكون اتراكتيف ومميزة وتشد العين، وده هيفرق جدا في الشكل العام وهيدي فرصة للعميل انه يتفرج على باقي شغلك. كمان حاول تركز على تخصص او 2 بالكتير، ما تزودش عن كده. خليك مميز في حاجة معينة او احسن شغل انت عملته عموما، مش اي حاجة تصممها تضيفها في البورتفوليو لغرض انك يبقى عندك شغل كتير موجود. لو عندك مشروعين او 3 جامدين احسن بكتير من انك تزحم البورتفوليو بتاعك بحاجات مالهاش علاقه ببعض. والنقطه دي انا بركز عليها لان انت ممكن يجيلك شغل لتصميم غلاف كتاب او منيو او بروشور او فلاير، فتقوم ضايف ده كله مع بعضه. وشفت بالفعل بروفايلات كتير كده، ولكن ده مش احسن حاجه. خلي تركيزك في البورتفوليو على تخصصك الاساسي، سواء لو سوشيال ميديا ديزاين او براند ديزاين، ايا كان تخصصك ايه. وبس كده يا صديقي، لو وصلت معايا لاخر الفيديو فانا بحييك جدا، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات او ممكن تشاركنا بيه على جروب فيسبوك وتليجرام، هسيبهم لك في الديسكريبشن. وطبعا ما تنساش تظبطني لايكات كتير جدا علشان الفيديو يظهر لناس اكتر، سبسكرايب للقناه علشان اشوفك الفيديو الجاي. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وسلام.